مشاكل الشباب الأخرى يا دكتور مصطفى حضرتك شايفها النهارده؟ لا، هي المشاكل طبعا اقتصادية دلوقتي، مشاكل عمل ومشاكل بطالة ومشاكل التعليم اللي هو في حالة سيئة جدا. يعني مش ممكن طبعا المدرج يبقى فيه 5000 وحد يسمع، ولا يبقى فيه علاقة بين الأستاذ والطالب. وبعدين بيجوا من الأرياف، الفلاح يخلف 10 يقول لك ما الجامعة مجانا، يرميهم في الجامعة. يجي الطالب مش لاقي بشبشب مثلا، ومش لاقي ثمن كتب، مش واخد بالك مظهره طبعا جنب الطلبة التانيين. بتبقى يقارن نفسه وابتدي حقد بقى يشتغل له شايل الحقد ده ورا بقى كل اللي انت شايفه بقى، مخدرات وجماعات مش عارف عاوزه تهد واللي عاوز باسم ينتحلوا اي عذر، يشي بحجه الدين، يشي بحجه مش عارف ايه، لكن هي وراها في النهايه صراع طبقي وحقد فظيع ابن كلب ملوش اخر، واخد بالك. وفي نفس الوقت ما فيش تعليم زي الجامعه بقت زي مدارس ثانوي، فيعني كلها تلقين، او حتى تلاقيهم من كتر الزحمه ما يحضروش، فبيقول لصاحبه املى لي الكراس، وبعدين يعملوا كوبيز منه ويقروه وكده. بينما كليات زي كليات الطب لازم تبقى حاضر وتمسك الورم بايدك وتسمع القلب بايدك وتشرح بايدك. طب منين؟ احنا كنا على كل بارت 4 بنشرح الدراع مثلا. دلوقتي ما الطالب بيطلع ما شرحش اي حاجه، ولا حط مشرط، ولا شاف نيرف، كلها حاجات شمع كده يفرجوها له خلاص. اضطر ياخد دروس خصوصيه. بص لاقي الدرس الخصوصي دلوقتي، انا كنت بدي ابني دروس خصوصيه ب1000 جنيه، وبعدين 1500 جنيه سنه. وبعدين النتيجه انك غير كده كمان تبص لاقي المنظر الغريب ان تلاقي الطفل في الحضانه بتدخله ب2000 جنيه وفي الجامعه ببلاش. دي طبعا نكته بقى يعني. نكته مالهاش معنى، يعني ايه ده تخلف عقلي مش نكته. فطبعا المسائل دي يعني لازم تحسم، وكتبنا كتير جدا في الموضوع ده. وبعدين ليه ما الطالب الراسب ما يدفع؟ ما يجراش حاجه، المجانيه على حالها، محدش لا يمس المجانيه احد، لكن الراسب يدفع مصاريف. والا انت بتشجع الواحد على الرسوب، انك انت يرسب وتديله. الله، طب ده اذا سويت بين الراسب والناجح، طب ننجح ليه؟ اسقط 10 سنين. مش في وزاره التربيه والتعليم بتدفع؟ فمن باب اولى بس على الاقل نميز الناجح من الراسب. الراسب يدفع مصاريف. طب وليه ما ايه معنى ان يبقى في جامعه امريكيه مصاريفها $5000؟ $5000 يعني حوالي 12000 جنيه، بينما ما فيش جامعه اهليه. طب ما تعمل جامعه اهليه بمصاريف على الاقل يبقى يعني. فطبعا ما نحن بصدد عمل بصدد يعني، لكن انت عارف ان قامت ضد الفكره دي اصوات فظيعه. احنا قعدنا نحارب، وانا رحت حتى لوزير التربيه والتعليم بنفسي عشان الحكايه دي، بقالنا سنين، مع انها منطق طبيعي. ايه يعني اذا كان عندك انت حضانه خاصه للطفل الحضانه، واذا كان عندك فعلا جامعه زي الجامعه الامريكيه، طب ايه ليه نحرم من جامعه؟ جامعه فؤاد نفسها، قصدي جامعه القاهره نفسها ابتدت جامعه اهليه بتبرعات الناس، فمش واخد بالك. فهل يحتاج الامر للصراع ده كله؟ كام سنه؟ ليه؟ فيعني مش عارف، يعني طبعا مشكله كبيره. لكن انا بقول كبدايه حل ما فيش مانع، لا نمس المجانيه، ما يجراش حاجه، لكن ما نسويش بالناجح وراسب ابدا. انا عاوز ادي فرصه بس ان يبقى في شويه فلوس عشان يبقى في مدرج كويس، في معمل. احنا كان عندنا زمان في كليه العلوم كل واحد له معمل خاص وعهده خاصه بيه، ويقعد يعمل التجربه من اولها لاخرها. ازاي بس؟ ما هو مبقاش تعليم. اللي حاصل دلوقتي كليات الطب بتطلع دكاتره ما يعرفوش يدوا حقنه وما يفهموش حاجه خالص. انا عندي في الوحده ما بقبلش اي طبيب اللي طالع من كليه الطب جامعه القاهره قصر عيني الى اخره، الممارس العام ما يقبلوش، ولا الدبلومي كمان اللي واخد دبلوم تخصص ما يقبلوش، ولا الماجستير، لازم يبقى دكتوراه. لأن الدكتوراه دلوقتي قد الخريج بتاع زمان العادي. ليه؟ لأن الدكتوراه على الأقل بقى عمل عملية واشتغل وله خبرة 7 سنين وكده، واخد بالك.
فدي حاجه انا جربتها. طبعا اللي بيجي ممارس عام ما يعرفش حاجه خالص نهائي. فيعني في حاجه اسمها كارثه التعليم، مفيش كلام.